بعدين يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. بتعملوا ايه يا ام يوسف؟ بصوا يا جماعة، بصوا المنظر، بصوا. هقول عليه ايه بجد غير منه لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللي جه بيض لي شقتي. انا شقتي دي يا جماعة كانت على المحارة، تمام؟ فجبت واحد، المفروض الواحد ده ان هو معرفة، يعني هو جارنا من زمان وجار ماما في الشارع بتاع ماما يعني، وصاحب اخواتي. فاللي هو المفروض ان ايه، يعني راعي ربنا فينا، ده المفروض يعني بالنسبه ان احنا عشره وجيران بقالنا سنين. المهم جه عملها لي. انا قلت له بص، انا عايزه الخامات تكون خامات حلوه، انا عايزه البياض يبقى بيلمع كده، انا عايزه البياض ان انا لو اتوسخ من الاولاد ان انا اصبنه. قال لي لا طبعا، انا هعمل لك حاجه نظيفه. والله بصي، انا الورقه اللي انا كاتبها لك دي اللي فيها الخامات يعني حاجات غاليه جدا وحاجات نظيفه، انا ما استرخصتش. طب خلاص ماشي. جبنا يا جماعه، بصوا ده المنظر بقى. تقولي لي ده من ايه؟ اقول لك ان هو مرعاش ربنا فينا. في ايه بقى؟ اولا طلع بياض عادي، ثانيا طلع ما فيهوش لمعه خالص، وطلع ما بيتصبنش، تمام؟ بس طبعا عشان كان مدهون جديد فكنت حاسه ان هو فيه لمعه، بس هو طلع مش فيه لمعه. بصوا يا جماعه، بصوا، بصوا البيض، بصوا البيض، بصوا بيعمل ازاي كده. بصوا لقيته بعد كده بيعمل ايه. بصوا بصوا، بصوا البيض بتقشر بتقشر. بصوا بصوا، كأنك انت حاجه لازقاها وبتطلعيها. بصوا المنظر، بصوا، بصوا يا جماعه، بصوا بصوا بصوا, بصوا بتطلع معاكي ازاي. بتطلع معاكي بصوا بكل سهوله عادي اهو. طب حبيتي تقشري الاوضه، بصوا بصوا بصوا، بصوا يا جماعه، بصوا البيض. هقول ايه بس غير حسبنا الله ونعم الوكيل. فانا بصراحه يعني من اول السنه اللي فاتت، ده صوت اولادي هما بيعملوا، فكنت عايزه ابيضها وابيض الصاله بره طبعا، عشان كنتوا عارفين ان انا كنت هدى الحيطه عشان اوسع الريسبشن. فالحمد لله على كل شيء. فكان جوزي عمال يقول لي اصبري وان شاء الله نجيب حد يعملها وكده، تمام؟ فكنت ناويه الصيف ده اعملها الحمد لله. فطبعا ايه، ان احنا خدنا شقه بره بقى، وقلت هنبقى قاعدين في مكان كويس ومكان نظيف ومش هحتاج هنا وانا كده كده هبقى قافلاها. فانتوا عارفين طبعا ان انا رجعت الشقه تاني، فقدر الله ما شاء فعل. فطبعا نفسيتي عشان كانت تعبانه، فانا قلت ان شاء الله ان شاء الله، بس ما كانش في دماغي والله الصيف ده ان انا اعملها. انا قلت ان شاء الله الصيف اللي جاي هجيب صنايعي بقى واقول له بقى يراعي ربنا ويشوف ويعملها لي. بصوا في القناة دي جميلة والله يا جماعة، يعني ما أي حاجة، بس القناة دي فعلا جميلة والقناة دي كويسة جدا. قناة سالي غانم، القناة دي أنا متابعاها رغم إن أنا فاتحة قناة أهو، بس والله أنا متابعاها وبحب أتفرج وبستفاد منها كتير، تمام؟ في تنظيمات بقى، في الأكل، في أي حاجة أنا بستفاد منها بصراحة. فهي ليها فضل بعد ربنا في اللي أنا هبقى فيه إن شاء الله يا رب العالمين. فهي بامانه في فيديو هي لسه عاملاه الاسبوع اللي فات، هي غيرت طبعا لون البياض بتاع اوضه الاطفال بتاعتها، وغيرت اوضه الاطفال بالكامل. ربنا يسعدها يا رب ويديها ويزيدها وتعمل احلى واحلى. فخلتني ان انا ايه يعني، طب ما انا ممكن انا اجي يعني انا اجيب الخامات وابيض انا، يعني اجرب وان شاء الله خير يعني، وربنا يعديها على خير يا رب. فانا طبعا قلت الفكره لجوزي، قعد يقول لي لا ازاي، هو انت هتعرفي تعملي، هو انت مش عارفه ايه، وانا هجيب صنايعي. طب ما الصنايعي هياخد مبلغ وسنه بتجر سنه، انا من السنه اللي فاتت عماله بقول له، تمام؟ فبصراحه انا وريته الفيديو بتاع مدام سالي، وشاف طبعا الاوضه وشاف مجهودها فيه. فراح قال لي بصي طب خلاص انت جربي، لان طبعا انتوا عارفين ان هو في شغل مسافر فمش موجود. قال لي انت جربي بس بالراحه، وشغلي الفيديو بالراحه بتاع مدام سالي واتفرجي كده عليه، ولو حسيتي ان انت في اي حاجه هاتي اي فيديو، تمام؟ بس هي ما شاء الله عليها الله اكبر يعني، قايمه بكل حاجه، مش هحتاج ان انا اتفرج على اي فيديوهات تاني. بس فانا بقى جبت الخامات وجبت الحاجه، فانا حبيت ان انا اوريكم. انا هنا جبت ده اللي هو بغطاء اصفر،
ابو غطا اصفر ده يا جماعه، ده اللي هو الرخيص، اللي هو اللون الابيض الرخيص. انا جايباه الجرده ده كله ب 250 جنيه، ان انا هدي وش واتنين الاول عشان اغطي على اللون الموف واللون التاني اللي هو عاملهولي ده. ورغم ان انا اصلا ما كنتش عايزه الالوان دي، وقلت له، قعد يقول لي لا دي موضه، وهو طبعا اشتغل بمزاجه الله يسامحه. وده الجردل التاني ده كمبيوتر الفانيليا لاتيه اللي هي الفاتحه قوي. هو عمل لي درجه حلوه جدا هتشوفوها معايا، وهو جهزهولي ان انا يا دوب هحط بس نص ازازه ميه واقلبه وهدهن. بس هدهنه امتى بقى الفانيليا لاتيه؟ لما هدي الوشين، هدي الوش الاولاني وينشف، وادي الوش التاني وينشف، هدي الوش التالت ده بيتصبن. وقال لي ده ممتاز وفيه نص لمعه وهيعجبني قوي قوي يعني. هنعمل ده بقى لما طبعا انا هنضف الحيطان ماشي، يعني اللزق ده انا هشيله تمام، وهصنفر الحيطان، واللي الحاجات اللي متقشره زي كده انا هظبطها، وهخلي الاوضه حلوه تمام. وهنا اهو احنا بنفضي السراير بتاعت الاولاد. او بصوا يا جماعه، بصوا انا عيله عشان عرفوا ان انا هبيض، بصوا بقى يقشروه، والله بقى بيتقشر عادي ويطلع. بس ده ملك ابني طبعا فرحان وبيلعب. فانا جبت حاجتي كلها، وان شاء الله يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم وتستفادوا زي ما انا استفدت بصراحه ربنا. فربنا يجعلنا سبب يا رب ان انتوا تستفادوا وتدعوا لنا دعوه كويسه، زي ما انا دلوقتي بدعي لمدام سالي غانم، ربنا يا رب يبارك لها ويصلح لها حالها، اللهم امين يا رب العالمين. بس فانا دلوقتي هبيضها وهتتابعوني. بس طبعا انا مش هعمل كله في فيديو واحد، لان انتوا عارفين انا ما بعرفش امنتج الفيديوهات قوي لسه على قدي. فانا هعمله على فيديوهين، ان انا هوريكم منظر الاوضه طبعا الاول قبل ما تتبيض والحاجه. طبعا التلفزيون ده هننزله ده ونحطه بره. بصوا المنظر بقى صعب بصراحه. فيا رب القناه بتاعتي تعجبكم، يا رب فيديوهاتي تعجبكم، ويا رب يا رب كده بقى ايه تدوسوا لي لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان تتابعوني في اي جديد انا بعمله. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب الفيديو التاني هتشوفوا بقى الاوضه وهي متبيضه خالص تمام. ومره تاني ان شاء الله، لان انا مش بعرف اعمل فيديوهات طويله عشان انتوا عارفين انا مش بعرف امنتج. فهجيب وادهن السراير دي، لان انا اللون البني ده مش عاجبني خالص. فان شاء الله هنجدد وباقل التكاليف، يعني بتمن الصنايعي فعلا على رأي مدام سالي. الصنايعي اللي هياخد مني مبلغ، لا انا بتمن الصنايعي. انا ممكن اجيب دهان ادهن بيه السراير بتاعتي، ممكن اجيب ستاير حلوه تمام، او سجاده حلوه في الاوضه جديده يعني. فيا رب القناه بتاعتي تعجبكم، ويا رب كده تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتساعدوني، لان زي ما قلت لكم مساعدتكم ليا ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ويا رب القناه ومحتوايا يعجبكم، واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.